يا بليل الكهرباء دي ما لها قاطعة. انا شغال هناك في الاداره ولا شنو يا اخي كرهتينا. انا اوريك حاجه، الكهرباء دي اديك جدوله. طيب. شفتي كان قطعت 7 بتجي 5، وكان ما قطعت 7 ما تفرحي. الساعه 11 بتقوم بتقطع تاني بتجي 5، يعني بيجيب القطعت قاعد بيقطعها معاك عديل. سبحان الله، يعني انت شغال معانا تقول قاعد معانا عديل انت. البرمجه دي شدت ما مرتبه. انا ذاتي حفظتها والله ما شاء الله عليك يا بليل. ولما يجوطوها بقوم بجوطتها دي ذاتها حفظتها، ما كترت اسوي شنو. سبحان الله، ما هي لها اتصال في مواقف طريفه بيناتكم كثيره. ايوه نعم اكيد طبعا. واكيد الاعمال زي دي بتكون فيها رياكشنات. اي والله العظيم. ايوه فعلا. المهم كان ده خالد طبعا كان عندي نزله يا جماعه ما كورونا. يلا خالد ده اتصل لاشرف قال له والله يا اخي الناس سالوني قال لي صوت التونه ده يعني صوت ماله تغير كده فجاه كده، يعني كان صوتها صغير وحنين، هسه فجاه كده اتغير. قام خالد طبعا رد ليه قال لهم عنده التهاب زوج حالي كده. قلت له يا جماعه هسه يا خالد ليه قلت لك هسه يقولوا عندي كورونا ولا حاجه. يا جماعه انا ما عندي كورونا. في النهايه حتى لو عندك كورونا ما حيبعدوا من التليفون يعني. الموضوع ما خطير. كانت معي الكباري فتحت. طبعا الحلقه دي بالذات دسيتها منها، اديتها بس الصوت حقها المقاطع حقتها اكتشفتها بعد ما عرف عنها. قالت لي انت قاصدني انا طبعا هي ساكنه في الكوب، هذه ماشيه فتره 4 شهور. مشكله بتحصل. بالمناسبه هو اي حلقه رفعناها بيكون فيها بعض الانتقادات. بعد الانتقاد يعني الحلقه بتاعت المغترب مثلا في واحد خش وهو مغترب فتكلم انه احنا المغتربين وبنشاقه وفارقنا الاهل والحله انتوا جايين تتكلموا عنه والناس بتنمروا علينا وكده يعني. هو يعني عقب انه انا يعني قال انا عارف انه سيد الغنى ما قاصد يعني قاصد الكوميديا فقط، لكن بيتكلم عن الناس المعلمه. فقلت له يا اخي بليل زادوا الشخصيه الرئيسيه عاملين انه مفلس يعني الموضوع ما هناك ما شخصي يعني. ويلا ثاني بتلقى في حاجات زي دي. الحلقه بتاعت الكباري فتحت خشت واحده قالت انا كنت مع راجلي بحضر واول ما بليل جه خاش وبيكورك حريه قام طوالي عمل لايك وانا اشتغلت معاه وما بخليك يكون معنا داخل الاستوديو اساتذه كبار ومميزين جدا وعملوا عمل رائع جدا في الفترة الماضية عبر المعالجات للقضايا الاجتماعية السودانية. زنقة وكيف هي مجموعة معروفة لكم. أنا سعيد جدا أن أكون معي داخل الاستوديو الأستاذ أشرف بشير. مرحبا بك يا أستاذ، كيف حالك يا أشرف؟ مرحبا بك يا أخي، وسعيد جدا إني أكون في قناة أنغام. كيف أخبارك؟ الحمد لله إن شاء الله طيب، ونحن سعيدين بك والله. الحمد لله. وأيضا أستاذ كيفك يا امتثال؟ تمام الحمد لله. إن شاء الله تمام. الله يسلمك. زوجة أشرف بشير. أشرف بشير. مرحبا بكم الليلة معانا مع بعض. الله يسلمك تسلم. وأيضا التحايا موصولة للأستاذ خالد أبو القاسم. مرحبا بك. مرحبا بك وسعيدين بوجودنا معاكم. والله يعني نحن الأزعد، وأنا زارت شوية كده أتحرك يعني عرفتوا لأنه أنتوا بتاع دراما وبتاع فنحن المذيعين ده لو تحركنا شويه الناس بيقول لك خل المذيع ده لكن رايكم شو انا اتحرك شويه. اتحرك شويه. النقد لما نكتر عليك كده مرات انت بتقوم طيب استاذ اشرف، والله انت المتابعه كبيره جدا لكم، وانا صراحه شداني قبل كم يوم انا في اليوتيوب شفت لكم واحد من افلام الكرتون الجميله اللي انتم بتعالجوا فيها قضيه، ولفت نظري صراحه المتابعه الكبيره جدا للمشاهد السوداني وللمتابع السوداني للافلام اللي انتم بتعملوها. طيب خلينا بس في البدايه ما عارف انتم اسم زنقه ده اخترتوا الاسم ده ليه؟ والله يفتح الاسم ده طبعا احنا حياتنا دي ما صرنا عباره عن زنقات. ايوه يعني زي زنقتنا هسه. يقول لك انا مزنوق لي في حق مواصلات. طيب. الناس المزنوقين في الايجار كلنا زنقات، الناس المزنوقين في بيوتنا، الناس المزنوقين يعني في ناس مزنوقين زنقات صعبه كده. فاي يعني حاجه بتحصل في المجتمع دي هي زنقه. فقمنا انا وخالد بنتشاور يا خالد الغنى دي نسميها شنو؟ كان بدينا عملنا الدراما بتاعتنا نسميها شنو؟ قلت نسميها سلسله زنقه. سلسله زنقه. هل رايك شنو؟ حتى انا اقترحت لك كم اسم. خالد بيقول لي لا طبعا اقول لك حاجه كمان. يعني اصلي انا وخالد ده يعني الفتره اللي عملنا فيها الغنى يعني هي لها زي كم شهر، لكن احنا لنا زي 4 شهور من جا الحظر ما تلاقينا. وفي توتي وانا في ام درمان شغالين هنا بس بالنت بنتراسل بنرسل الاصوات
شغالين كده يعني نرسل السيناريو اول الاصوات حتى ونستنا كانت عن طريق التليفون انا اعمل شنو اسميها كده في النهايه وصلنا لزنقه فلقينا انه زنقه دي ممكن عندنا تكون زنقات كثير جدا جدا. طيب انا هرجع لك ثاني استاذ اشرف، لكن عايز اشوف استاذه انتصال. احنا هنحل بك يا ثاني الرجال ما خذ راحتك. طيب استاذ انتصال، احنا عايزين نشوف اول شيء انت دورك شنو في الافلام دي؟ ايوه التنة. ايوه نعم، اللي هو الصوت اللي بتاع التنة دي. التنة ايوه. كده ادينا منه حاجه صغيره كده عشان الناس يعرفوا التنة دي شنو. الصوت ده والله طبعا مشكلتنا يعني ما حافظينها يعني الحياه دي. ممكن اي حاجه كده، بس انا بحب الارتجال دايما. خلاص انا اديك ارتجال ظريف جدا. كويس. نقول الكهرباء قاطعه. الكهرباء قاطعه وانت بتتهبل. وزعلين يقول لي بليل الكهرباء دي يا بليل الكهرباء دي ما لها قاطعه. انا شغال هناك في الليتاره ولا شنو يا اخي كرهتينا. انا اوريك حاجه الكهرباء دي اديك جدوله. طيب شفتي كان قطعت 7 بتجي 5 وكان ما قطعت 7 ما تفرحي الساعه 11 بتقوم بتقطع ثاني بتجي 5 يعني بيجيب القطعته قاعد بيقطعها معك عادي. سبحان الله، يعني انت شغال معانا تقول قاعد معانا عديل انت. البرمجه دي شده ما مرتبه. انا ذاتي حفظتها والله ما شاء الله عليك يا بليل. ولما يجوطوها بقوم بجوطتها دي ذاتها حفظتها ما كترت اسوي شنو. سبحان الله، ما هي لكن يا بليل لقيتوا راس الكهرباء نحن بنحييهم ما ريحتهم. اكثر حلقه عامله مشاهدات الكهرباء كسرت ارقام قياسيه. معنا التعب الكبير اللي هم بينزلوا على ارض الواقع، يعني شايل الحمل الثقيل. انت شايل الحمل الثقيل. طيب خلينا نشوف الدور المهم اللي انت قاعد تقوم به في السلسله الرائعه دي. والله يا اخي هي السلسله طبعا بتبدا من الفكره. في المقام الاول الفكره طبعا مع اشرف بشير. بيكتب السيناريو بيرسل لي طبعا زي ما قال لك احنا شغالين اونلاين مع الحظري والكباري المقفله دي. فالمهم انا دوري بكون في الرسم الشخصيات والتحريك وتركيب الصوت والمونتاج. فمهم مجهود. والصوره حتى الكرتون ده انت بتعمله ولا الكرتون؟ الرسم والتحريك. اقول لك برضه يعني خالد ده قاعد يعذبني مرات برسل لي مثلا السيناريو. اول ما رسلت السيناريو هو بيبدا يرسم في الحلقه بيقوم بيقول لي والله انا جاتني جدعات في الشغل. فبقوم بقول لي يا اخي اسمع السيناريو ده عندك صوت رسلته لك صوت تعدل فيه بطريقتك. يعني دي زي الافيهات عند الناس مش كده؟ اضافات يعني والله اضافه كده. بقوم بقول لي خلاص سجلوا على ده. نجي نسجل بقوم بقول لي لا ما تسجل جاتني ثاني جدعه. جدعات كبيره جدا. جدعه اهم حاجه انها الحلقه كلها بتصب في اطار الشغل. يعني في النهايه عاوزين نطلع الشغل ده باجمل صوره. ايوه انا واشرف مكملين بعض. يعني هو مع الاستاذ معتصم الجعيلي بنحييه طبعا اكيد استاذ ان شاء الله. فبدينا اول سلسله مع بعض كان سلسله كفاوي يوميات فالح وكفاوي. وهو من الزمن ده يعني اشتغلنا حاجات كثيره ما بقدر اتذكرها كلها. يعني نفذنا شغل لجهات لكن دائما كنا بنكون مقيدين بالجهه المنفذين لها الشغل. يكون عندها رؤيه عندها رساله عندها حاجه معينه. فتفاهمنا انا واشرف انه ليه ما نعمل حاجه تكون حقتنا احنا يعني نبدع فيها برانا. بس من هنا بدات زنقه يعني وزنقنا فيها يعني. الاسم هو انت احنا ممكن نقول مخرج فني. مخرج فني نعم. طيب اشرف معالجه القضايا الاجتماعيه اللي انا ذكرتها في التقدمه بتاعتي بالنسبه للحاله الاجتماعيه اللي احنا سايده عندنا دي هي اللي جابت المشاهده الكبيره دي. وليه انتوا تناولتوا بالتحديد القضايا المهمه اللي هي معاش الناس، الظروف الصعبه اللي بيمر بها السودان؟ يلا شوف نحن هسي السوشيال ميديا دي يعني بتتيح لك فرصه انك تناقش المواضيع وتكون مواكب للحاجه الحاصله. فالله احنا بنقوم نعاين كده بنشوف مثلا الموضوع المدور الان في الساحه شنو. فواحد بيقوم يلا في حاجات بتحصل لك يعني طبيعيه حكايه انك تضرب تليفون وتنتظر المكالمه دي. فبتقوم بتحولها لقالب درامي وتحاول انك توصل الرساله باسلوب ظريف كده وكوميدي وخفيف. الرساله بتصل بأسرع. وجدت القبول لانها فعلا قضايا بتهم المواطن. ايوه وتوفيق من رب العالمين. المعالجه القضيه دي بتكون انتوا بتخطوها كده زي بيقولوا شنو في يعني بدون ما المواطن يحس بها. أيوة. لانه انا صراحه يمكن هسه موضوع الكهرباء ده انت بتحس انه فعلا في معالجه القضيه وبتصلك بشكل مهم.
التكنيك ده عند اي ممثل ممكن يوصله ولا محتاجه برضه كمان لقدرات كبيره جدا عند التمثيل او عند الشخص اللي بيقوم بالدور ده؟ والله طبعا ما الممثل بس الشغل مكمل لبعضه. خالد ايوه الشغل ايوه مكمل لبعض. اي واحد عنده التكنيك بتاعه عنده. اضف لذلك انه الفكره والسيناريو دي اول حاجه. دي هو الفكره والسيناريو. زي ما بقول عادل امام، انا لو لقيت قماشه كويسه بقدر اعمل عليها شنو، افصل عليها الدراما كويس. ما لقيت قماشه كويسه معناها انا ما حقدر اشتغل شخصيه. يعني ده عادل امام عملاق زعيم الكوميديا وزعيم فالنص اساس اي شيء. ما في نص ما بتقدر. النص هو اكيد الاساس. أيوة. والاهم امتثال. انت لما تجي بتاخذوا مثلا قضيه ودارين تعالجوها، فالكلام ده برضه مرتبط بيكم انتوا الثلاثه مع بعض. اكيد طبعا. يعني خالد ايوه واشرف. طيب الطريقه بتاعت الصوت، التكنيك بتاع الصوت يمكن انا حاجيبه بعدين لخالد، لكن انت اللي بتأدي بالي. بالضروري انه كل حلقه من الحلقات التون يختلف من حلقه والثانيه ولا ما بالضروره؟ لا. يعني مثلا صوت اشرف ده انا شايفه ثابت. نعم. بالضروره يختلف التون ولا ما بالضروره؟ والله بالنسبه لي انا لازم يكون ثابت التون. ما ضروري انه يختلف. يعني الصوت ده ما بالضروره تغيري من على حسب مثلا حاله الحاله اللي انت عايز تعالجيها. ايوه لا ممكن برضه. ايوه نعم ممكن ايوه. يعني ما بالضروري مثلا لازم يكون الصوت هو يكون نفس الصوت اللي بتشتغل به كل الحلقه. ايوه. لكن احساس بس هاي لانه التون ذات يعني صوت مع الاحساس هو الصوت بيتغير ممكن برضه. انا غير التون، انا بقصد اللي هو الصوت بتاعك. ايوه نعم. بتغيروه في كل حلقه ولا على حسب على حسب الاحساس طبعا. انا اكشف لك حاجه. في الحلقه بتاعت الكهرباء. ايوه سمعت صوت الدكتور. ايوه الدكتور ده. ايوه الدكتور ده يا اخي هي دي ذاته. قلت لي ما تشتغلي راجل. ده اطلع الراجل الجو. انا عاوزه